بتبدأ الحكاية بولد صغير عنده 11 سنة اسمه ليو. والولد ده كان عايش هو وجدته مع بعض، وجدته كانت ست طيبة جدا، وكانت دايما بتحاول تعوضه غياب مامته وباباه بعد ما انفصلوا. وبالنسبة لليو بقى كان ولد عادي جدا وكمان أضعف من العادي، وللأسف أصحابه في المدرسة كانوا دايما بيتنمروا عليه، وكمان كانوا بيشدوا منه حاجته ويفضلوا يضحكوا. وليو كان كل يوم بيرجع البيت زعلان وعينيه مليانة دموع، وكان بيتضايق جدا من اللي أصحابه بيعملوه فيه. والحاجة الوحيدة اللي كان بيحبها ليو هي المصارعة الحرة، وكان يوميا بيتفرج على التلفزيون وبيشوف أبطال المصارعة وبيتخيل نفسه إنه واقف مكانهم وبيتصارع وبيغلبهم، وكل الجمهور بيسقفوله وبيهتفوا باسمه. وفي يوم من الأيام ليو وهو بيدور في الجراج القديم لقى صندوق شكله غريب ومميز، ولما فتح الصندوق ده لقى جواه قناع مصارعة قديم، والقناع ده كان جلد بيلمع وعيونه مرسومة. ولما ليو مسك القناع ده سأل نفسه يا ترى القناع ده بتاع مين؟ وطبعا لأن شكله كان غريب ليو قرر ياخده لحد ما يعرف حكايته. بس المفاجأة بعدها بقى ليو أول لما لبس القناع ده صوته اتغير، وكمان جسمه بقى قوي وعضلاته كبرت. ولما ليو وقف قدام المراية ما كانش مصدق نفسه ولا مصدق اللي هو شايفه، وكمان كان بيكلم نفسه وبيقول هو ده بجد أنا فعلا بقيت مصارع؟ وبعدها عشان ليو يتأكد من الموضوع ده قرر يدخل بطولة محلية للمصارعة عندهم في المدينة. وأول لما المصارعين شافوه قالوا إنه عيل صغير وهيخسر من أول مصارع هيقابله، لكن ليو وقتها لبس القناع ونزل الحلبة. وأول مصارع واجه ليو كان مصارع ضخم جدا وشكله قوي. بس المفاجأة بقى إن في ثواني بالظبط ليو رفع الراجل ده وكمان رماه على الأرض. فالجمهور ساعتها كان مصدوم من اللي ليو بيعمله، وفضلوا يشجعوا له ويسقفوه وكمان سموه المقنع. وليو وقتها كان فرحان جدا من اللي بيحصل، وقال لنفسه أنا فعلا بقيت قوي وأعرف أضرب أي حد. ومعركة ورا معركة ليو كان بيكسب، ومن بعدها بقى ليو اتصارع مع مصارعين كتير جدا وعرف يغلبهم كلهم، وكمان اسمه اتشهر في المدينة كلها، وكمان الجمهور كانوا بيستنوا اليوم اللي هيتصارع فيه. وحتى في مدرسة ليو الولاد اللي كانوا دايما بيتريقوا عليه وبيضربوه بقوا بيحبوه وبيحترموه جدا، وكمان بيطلبوا منه انه يعلمهم الحركات اللي بيعملها. فليو ساعتها كان فرحان وقال ان اخيرا الدنيا ضحكت له وهينسى بقى كل اللي حصل معاه زمان. ومع مرور الوقت ليو بدأ يبعد عن جدته وكمان نسي المذاكرة، ويوم بعد يوم ليو بيتشهر أكتر وبيبقى مغرور أكتر وأكتر. وفي يوم من الأيام ليو واجه خصم جديد وكان مصارع ضخم ومخيف، والجمهور كله ساعتها كان متحمس يشوف المصارعة دي. فليو كالعادة كان داخل واثق من نفسه وكان متأكد إنه هيغلب المصارع ده. لكن المفاجأة بقى وهم في وسط المصارعة القناع بتاع ليو بيبدأ يضعف، وبعد دقايق بالظبط القوة اللي جواه بتختفي. فوقتها المصارع اللي قدامه فضل يضرب فيه وكمان وقعه على الأرض. ولما ليو حاول يقوم عشان يدافع عن نفسه للأسف ما قدرش. وكمان الجمهور لأول مرة كان فرحان من اللي بيحصل، وكمان كانوا مبسوطين إن ليو أخيرا اتهزم. ولما ليو رجع البيت رمى القناع بعيد وقعد لوحده في أوضته وفضل يعيط لأنه بدأ يحس بالضعف تاني وكل حاجة شكلها هترجع زي زمان. بس في الوقت ده جدته دخلت عليه وسألته وقالت له انت زعلان ليه؟ فليو رد عليها بصوت مكسور انه من غير القناع ولا حاجة، وان بسبب القناع ده الناس احترمته واتغير وبقى شخص قوي. وطبعا الكلام ده أثر في جدته جدا، ومسكت ايده وقالت له ان القناع ده ما عملش منك بطل، وفهمته ان القناع كان دوره يوريه القوة اللي جواه، وقالت له ان القناع ده مجرد قطعة خشب لكن قلبك وإصرارك هما اللي هيصنعوا البطل. وساعتها بقى الكلام ده حمس ليو جدا وحس انه لازم يثبت لنفسه الاول انه بطل قبل ما يثبت للناس، لانه لو مش مصدق نفسه محدش هيصدقه. وفعلا بعد كام يوم جه اليوم النهائي لبطولة المصارعة، وساعتها الناس كلها كانوا قاعدين مستنين البطل المقنع. لكن المفاجأة ليو دخل من غير القناع بتاعه، والجمهور طبعا كان مصدوم وقالوا ان اكيد الولد ده مجنون. وفعلا بعدها بدأت المصارعة، وفي الأول ليو اتضرب من المصارع اللي قدامه جامد وكمان وقع على الأرض أكتر من مرة، لكن كل مرة ليو كان بيقع فيها كان بيرجع ويقوم تاني. وساعتها بقى الجمهور كله كان متأثر وبدأ يشجعه، والمرة دي بقى كانوا بيندهوه باسمه. وفي اللحظة دي ليو اتحمس جدا وقام وجمع كل قوته وعمل حركة ذكية جدا قدر يضرب بيها المصارع اللي قدامه ويوقعه على الأرض. وبعدها الحكم راح لليو ورفع ايده وقال إنه هو اللي كسب البطولة. والغريب بقى الجمهور كله كان فرحان، وشجاعة ليو كانت مأثرة عليهم وفضلوا يهتفوا كلهم باسمه.
وبعدها ليو خرج من الحلبة وهو رافع راسه، وباللي حصل ده اتعلم أهم درس في حياته، وهو إن القوة ما كانتش في القناع ولا في الشهرة، لكن القوة الحقيقية في قلبه وشجاعته وفي إيمانه بنفسه. ومن اليوم ده ليو ما بقاش الولد الضعيف ولا عمره هيبقى كده تاني، وبقى بطل حقيقي كل الناس بتحبه. والمرة دي بقى حياته فعلا اتغيرت، لأنه خلاص بقى مصدق نفسه ومقتنع إنه خلاص يعرف يعمل المستحيل. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.